حاجه كتخافي منها ديريها بدون تردد، في الغالب غادي تنجحي فيها، حيت حنا كنجحوا في الحاجات اللي كنخافوا منها. لأن حرفيا أي حاجة خارج دائرة الراحة، سواء مشروع أو اختبار أو مقابلة عمل، هي الحاجات اللي كتشكل الشخصية ديالك وكتخليك أقوى. السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة. هذا الفيديو إن شاء الله لأي بنت كتحس براسها منطوية أو لا كتحشم ولا عندها مشكل في التواصل مع الناس، غادي نعطيك فيه نصائح اللي غادي تعاونك تكوني أقوى اجتماعيا. بلا ما نطول عليكم، أول حاجة وأول نصيحة غادي نعطيك هي القراءة. قراءة الكتب ماشي غير كتخلينا نتعلمو وننميو الأفكار ديالنا، لا هي كذلك كتعالج لنا خراب الدماغ أو ما كنسموه البرين روت اللي وصلنا ليه بسبب السوشيال ميديا أو بسبب السمارت فونز بصفة عامة. كتساعدنا على تقليل التوتر وتحسين الصحة النفسية، كتخلينا نهربوا من الواقع ديالنا، كتوفر لنا ملاذ من الضغوط اليومية، وكتساعدنا باش نسترخاو ونبعدو على التفكير في المشاكل. فباختصار القراءة هي استثمار حقيقي في الصحة العقلية ديالنا والمعرفية، فكل صفحة كنقراوها كنضيفوا لبنة جديدة للبناء العقلي وكتخليه أقوى وأغنى. ثاني نصيحة ممكن نعطيها لك باش تكوني أقوى اجتماعيا هي التخلص من عقلية الضحية، بمعنى أنك تكوني إنسانة عملية أكثر. يعني أي مشكلة كتواجهها ما تشوفيهاش من وجهة نظرك انت أو من عدسة عينك، لا غادي تشوفيها بحال من الفوق، بحال الدرون. عرفتوا الدرون أو الهليكوبتر؟ حتى هي كتشوفي المشكل من فوق، ماشي هي نفس الرؤية، ماشي هي نفس الشوفة اللي كتشوفيها من عينيك، يعني غير قدامك، ماشي بحال الا شفتيها من الفوق. هاد الطريقة كتخليك ترجعي سيدة قرارك. بزاف المرات كنلقاو راسنا كنلعبوا دور الضحيه بلا ما نحسوا، كنبقاو نعلقوا المشاكل ديالنا على الظروف وعلى الناس وعلى الزهر الخايب. هاد العقليه كتخلينا ديما محبوسين وما كتخليناش نزيدو القدام، حيت كتسلبك ديك القوه ديالك، كتاخدها منك، كتاخد هذيك القوه وكتخليك تحسي بالعجز. فباش تخلصي من دور الضحيه خاصك اول حاجه تعترفي بانك انت المسؤوله على حياتك وعلى الاختيارات ديالك. هي ماشي شي حاجه سهله، ولكن فاش كتقبلي هاد الفكره كتفتحي الباب للتغيير. خاصك تبدلي النظره ديالك للامور، بلاص ما تشوفي راسك غير مستقبله لداكشي اللي كيوقع ليك، تبداي تشوفي راسك كفاعله قادره انك تصنعي التغيير. هادشي غادي يخليك تواجهي المشاعر الصعبه ديالك، كتعلمي من الاخطاء ديالك وكتحملي مسؤوليه القرارات اللي كتاخديها. باش كديري هاد الخطوه كتكتشفي ان القوه الحقيقيه راه كاينه في يديك انت، كاينه في الداخل ديالك، ماشي في الظروف اللي على برا ولا على الناس. ثالث نصيحه هي تعلمي الاستمراريه. اي حاجه بغيتي تعلميها خاصك تكمليها دو ا زد، ماشي تبدايها وما تكمليهاش. الاستمراريه هي انك تبقاي غاده في الطريق اللي اختاريتي واخا تواجهك الصعوبات. بحال مثلا الا بغيتي توصلي لشي بلاصه بعيده خاصك تبقاي غاديه وتخطاي الحفاري والطريق الصعيبه، ماشي سهله ولكن تقدري تعلمي ليها. وباش تعلمي الفن الاستمراريه اول حاجه خاصك تعرفي شنو بغيتي بالضبط. قبل ما تبداي اي حاجه عرفي علاش كديريها. بغيتي مثلا تعلمي شي صنعه، بغيتي تنقصي الوزن، حددي الهدف ديالك بوضوح، لان فاش كتعرفي اشنو بغيتي بوضوح كيسهل عليك تبقاي مركزه فيه. تاني حاجه بداي بشويه بشويه، ما تحاوليش ديري كلشي بدقه واحده. بغيتي مثلا تقراي كتاب بداي بصفحه واحده في النهار، بغيتي ديري رياضه بداي ب10 دقائق. الخطوات الصغيره هي اللي كتعاونك تحسي بالانجاز وما كتبقايش تحسي بداك الضغط اللي عليك. ثالث حاجه ديريها عاده يوميه، حاولي ديري داكشي اللي بغيتي تستمري فيه في نفس الوقت كل نهار، حددي ليه نفس الوقت في كل نهار. بحال فاش كتفيقي في الصباح وكتغسلي وجهك راه كتولي عاده عندك، كل صباح كتفيقي كتمشي تغسلي وجهك. مثلا الا بغيتي تكتبي ديري 15 دقيقه كل صباح قبل ما تبداي الخدمه ديالك، ومع الوقت غتولي هاد العاده جزء منك ومن نهارك وما غاديش تجيك صعيبه. رابع حاجه عادي الا طحتي، المهم هو انك تعاودي تنوضي. غادي يجي مثلا واحد النهار اللي غادي تعكزي فيه وما غاديش يكون فيك اللي يدير حتى شي حاجه، وهذا الشيء راه طبيعي. المهم هو انك ما تحبسيش، ديري واخا غير 5 دقائق من هذيك الحاجه، المهم ما تفوتكش. ديري شي حاجه خفيفه
وعاودي بداي الغد ليه في نفس الوقت ديري هذيك الحاجه وكمليها. تقبلي ان الاخطاء جزء من تعلم، وان راه عادي وطبيعي ان غادي يجي واحد النهار وما غاديش يكون فيك داك الحماس اللي كان فيك البارح ولا اللي كان فيك البارح. خامس حاجه، كافئي راسك. فاش تحققي واحد الهدف صغير احتفلي به. فهذوك المكافآت البسيطة، بحال مثلا تفرجي في شي فيلم كيعجبك، او لا تاكلي شي حاجة اللي حلوة كنتي حارمة راسك منها، او لا تشربي شي مشروب اللي غادي يهدئ لك الاعصاب ديالك في اخر النهار. المهم هو تحفزي نفسك وتخليك ديما متحمسة باش تكملي. راه الاستمرارية بحال واحد العضلة، كل ما خدمتيها كل ما كتقوى. غير بداي وما تخافيش من الاخطاء، وكوني صبورة مع راسك. رابع واخر نصيحة نعطيها لك في هذا الفيديو باش تحسي براسك اقوى اجتماعيا، هي ديري اي حاجة كتخافي منها. اي حاجة كتخافي منها ديريها بدون تردد، في الغالب غادي تنجحي فيها، حيت حنا كنجحوا في الحاجات اللي كنخافوا منها. لان حرفيا اي حاجة خارج دائرة الراحة، سواء مشروع او اختبار او مقابلة عمل، هي الحاجات اللي كتشكل الشخصية ديالك وكتخليك اقوى. فكيفاش ننجحوا في الحاجات اللي كنخافوا منها؟ وسر المواجهة وتحويل الخوف لقوة. بزاف المرات الحاجة اللي كتخلعنا هي نفسها الحاجة اللي تقدر تكون مفتاح النجاح ديالنا. الخوف هو شعور طبيعي، ولكن فاش كنعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه كيولي بلاص ما كيحبسنا كيدفعنا للقدام. ولكن اولا خاصنا نفهموا الخوف ديالنا. اول خطوه هي انك تفهمي علاش انت خايفه. واش خايفه من الفشل؟ واش من حكم الناس؟ واش من المجهول او لا غير؟ فاش كتحددي شنو هو مصدر الخوف ديالك بالضبط، كيولي عندك تصور واضح ليه، وما كيبقاش مجرد واحد الوحش مجهول وخالعك. هاد الشيء كيخليك تشوفي الخوف بعقلانيه، وكتعرفي انه مجرد شعور ماشي حقيقه. كتواجهي الخوف ديالك بخطوات صغيرة. الا خايفه من شي حاجه كبيره، مثلا انك تهضري قدام الناس، بداي بشويه بشويه، بداي تهضري غير قدام شي صاحبتك، هضري قدام المرايا، قدام عائلتك، وهكذا. وكل خطوه صغيره كتحققيها كتعطيك ثقه في راسك، وكتثبت لك انك قادره تجاوزي الخوف. وهادشي كيتسمى البناء التدريجي. غيري طريقه تفكيرك، في بلاصه ما تشوفي الخوف كحاجز شوفيه مثلا كإشارة أنك كتخرجي من منطقة الراحة ديالك، وهنا فين كيوقع النمو. فكري في الخوف كفرصة باش تعلمي أي حاجة جديدة، وباش تكتشفي قدرات ما كنتيش عارفة راها عندك. وفكري أن الشجاعة ماشي هي عدم وجود الخوف، ولكن هي المضي قدما وخا الخوف كاين. تعلمي من التجربة ديالك، ولو أنك تفشلي معليش، مهم كتعلمي. حتى لما نجحتيش من أول مرة راه ما كيعنيش أنك فشلتي. وكل تجربة حتى السلبية منها راه كتعطيك دروس قيمة. فاش كتواجهي داكشي اللي كتخافي منه، كتعلمي كيفاش تحكمي في المواقف الصعبة وكيفاش تنوضي الا طحتي. هاد القدرة على التعلم والتكيف هي اللي غادي تخليك أقوى وكتزيدي تنجحي. الخلاصة هي أننا كنجحوا في الحاجات اللي كنخافوا منها فاش كنختاروا ما نهربوش من الخوف، ولكن كنواجهوه بوعي وبخطوات محسوبة. هادشي كيحول الخوف من عدو كيوقفنا لقوة دافعة كتورينا قدراتنا الحقيقية. كانوا هادو 4 نصائح اللي إلا تبعتيهم غادي يخليوك أقوى اجتماعيا. غادي نعاودهم لك باختصار. أول نصيحة القراءة، ثم القراءة. ثاني نصيحة التخلص من عقلية الضحية. ثالث نصيحة هي الاستمرارية. ورابع وآخر نصيحة هي أي حاجة كتخافي منها ديريها بدون تردد. إلا عجبكم هاد النصائح ديروا ليهم شير مع أصحابكم والناس اللي كتهمكم باش الفائدة تعم والكل يستافد. وإلا عندكم نصائح أخرى خليوها لي في التعاليق حتى أنا كنستافد معاكم. ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. شكرا لكم وبسلامة.